البني ادم المتعلق بيخلط ما بين ان انا بحب فلان وان انا محتاج اللي انا باخده منه. البني ادم اللي بيتعلق بيغطي ده باسم المسمى الحب، باسم مسمى العلاقه. يعني ايه تعلق؟ طيب التعلق ببساطه كده هو صورتنا عن نفسنا من واحنا صغيرين. صورتنا عن نفسنا في ايه؟ اي علاقه في الدنيا، انا واللي قدامي والكونكشن اللي ما بيننا، ده التعلق من وانا صغير. ده اول صوره للتعلق باخدها في حياتي، الايمج بتاعتي عند اللي قدامي، عند الكير جيفر او عند اللي بيرعاني، اللي هو عاده بيبقى الاب والام. فانا وابويا، انا وامي، انا واخويا، والكونكشن اللي بيننا دي هو ده التعلق، سواء بقى كان صحي او مش صحي، بس هو ده الفكره بتاعت التعلق. الفكرة تمام. طيب امتى اقدر اقول ان الكونكشن ده فيه اضطراب؟ طيب الباترنز او اشكال التعلق 4. هو في اشكال التعلق 4، تمام. احنا بنلعب حاجه كده اسمها لعبه نفسيه مع بعض طول عمرنا. يا اما حاجه سويه جدا، سكيور، انا تمام وانتي تمام، فخلاص علاقه، انا عندي ثقه في نفسي وعندي ثقه في اللي قدامي، وارد اي حاجه تحصل، بشيل مسؤوليه نفسي، متوقع اللي قدامي يغلط بسامحه، يبقى انا كده متعلق باللي قدامي، الكونكشن اللي بيننا سكيور، فيها امان، فده نوع من انواع التعلق. في التعلق اللي هو الصوره اللي فيه انكزايتي، فيه قلق، ودي ببقى صورتي عن نفسي ان انا عندي مشكله وان اللي قدامي هو اللي كويس، فابتدي اتعلق باللي قدامي واشبط فيه علشان انا محتاج اسمع ان انا كويس، انا محتاج اسمع ان انا اتحب، لان انا صورتي عن نفسي ان انا ما استاهلش اتحب وان انا ما استاهلش اتشاف، فمستني ده من اللي قدامي، حتى لو كان اللي قدامي ده شخص سيء او مش حتى لو كان بيديني. اسوأ بني ادم في الدنيا. انا هنا مشكلتي ان اللي قدامي، ما احنا اتفقنا انا واللي قدامي والكونكشن، انا شايف ان انا ما استاهلش وان اللي قدامي احسن مني، فبالتالي الكونكشن ايه؟ انا عايزك تبقى موجود عشان اسمع منك، املالي الحفره اللي جوايا، انا عايز اسمع. انا عندي حفره جوايا فانا عايز املاها، انا عايز، قولي ان انا اتحب، قولي ان انا استاهل. فلما بيدي اهتمام لما بقى شخص سيء، بيدي الاهتمام وبيدي الحب وبيدي في الاول اللاف بومبينج اللي في الاول، حلاوه البدايات. بالظبط. هي مفيش حاجه اسمها حلاوه البدايات، هي بتبقى لاف بومبينج، وده ريد فلاج قد كده يعني. يعني ايه لاف بومبينج؟ لاف بومبينج اللي هو اهتمام زياده قوي وحب زياده قوي وجدعنه زياده قوي وحركات مفاجاه زياده قوي، لدرجه ان الطرف اللي في العلاقه ما بيبقاش مصدق ان كل ده بيحصل. فبعد ما كل ده يحصل، انا عندي مشكله، انا شايف ان انا ما استاهلش اصلا. ايوه، الباترن بتاع التعلق عندي ان انا ما استاهلش اتحب، ان انا ما استاهلش اتشاف، وفجاه بلاقي حد بيعمل كل ده، فبالتالي انا بتعلق بيه. طب هو بني ادم سيء وبيأذيني، لا انا اللي وحش، هو عايز يمشي هجري وراه. باترن تاني اللي هو اللي بيسموه الافويدنت، ايه، او انا كويس بس اللي حواليا مش كويسين. اللي هو ما بيشوفش، ما بيطلعش نفسه غلطان ابدا، أو لا مش كده. العلاقات دي اصلا ما تنفعش، ليه؟ لان مفيش حد يتأمن له، مفيش حد يتأمن له اصلا، مفيش حد يستاهل. انا محتاج ان انا ابقى في علاقه، انا محتاج ان انا يبقى في حد في حياتي، بس في نفس الوقت مفيش حد يستاهل. وانت ما عندكش ثقه في اي حد وشايف خالص ان الدنيا سودة مش لدرجه السواد، بس انا من بعيد لبعيد. ودي غالبا هتلاقيها في معظم الناس اللي بيخشوا علاقات سريعه من غير كوميتمنت، من غير التزام. ممكن تبقى مع البنات اكتر الموضوع ده، بنات او ولاد. بنات او ولاد، بس البنات شويه بيبقوا ناحيه الانسكيور اتاشمنت، يعني شويه يعني نادرا. في طبعا ستات كتير او بنات كتير ما بيبقوش عايزين يخشوا علاقات، محتاجين بس ما عندهمش ثقه شويه، نسبتهم اقل من الولاد اللي هي بتخش علاقه من غير كوميتمنت، نسبتهم اقل ان هي خايفه ان هو يبقى فيه اي كوميتمنت، لان هي خايفه من التجارب. هو مش خوف من الكوميتمنت، هو مفيش ثقه اصلا، مفيش ثقه ان اللي قدامي اصلا هيلتزم، ما هيلتزم ولا هيبقى كويس، لا ده هو هيجرحني وهيخني وهيعمل وهيبهدلني مفيش حد يستاهل الثقه، فبتبقى فلينجز.
طيب الالعاب النفسيه دي احنا بنلعبها مع بعض واحنا قاصدين، ولا ممكن حد يلعب الالعاب لا اللي لا هو لا، مش قاصد؟ احنا بنلعبها كل يوم مع بعض. اه. هي اتسمت العاب نفسيه، هي مايند جيمز. امم. وكان الله يرحمه دكتور عادل صادق هو اللي سماها العاب نفسيه. الالعاب دي هم 4 باترنز. انا شايف ان انا كويس وانتي كويسه، فبتعامل من المبدا ده، اه. ان انا ليا صحي وغلطي وانتي ليكي صح وغلطك، كنا احنا كلنا بني ادمين. او ان انا مش كويس والناس كلها كويسين. عارفه اللي بيقعد يندب حظه، ايوه ايوه ويا ايوه. بختك انت قادر تعمل، ويا ريتني زي فلان ده بيعمل. وانا عمري ما هوصل بالظبط. وحظي وفي النوع وحش. التاني انا كويس والناس كلها مش كويسه. اه. طب ده بيبقى سببه ايه وده بيبقى سببه ايه؟ طيب البدايه دايما من الطفوله. اه. انا الكير جيفر بتاعي اللي اهتم بيا، سواء الاب الام المدرس او اتيفر مين المين كير جيفر بتاعي، وصل لي رساله بتقول انا ايه. ازاي بقى اوصل إزاي؟ لك الرساله دي؟ يعني لما يكون عندي اب nurturing parent، سواء اب او ام، اب راعي زي ما بيقولوا، متواجد بيعاقب بسبب وبيفهمني العقاب، والعقاب على قد الغلطه، بيدي ثواب، مديني ثقه في نفسي، بيحسسني بالكواليتيز بتاعتي، بيقول لي قد ايه انا بني ادم كويس. فبالتالي انا عندي ثقه، انا عارف ان في حد هلجأ له وهرجع له. فانا واثق، انا مطمن. هل الاب ده بيغلط؟ طبعا بيغلط، بس انا ما عنديش مشكله معاه انه بيغلط. لما كبرت شويه بقيت انسان عارف ان انا ليا صحي وليا غلطي، واللي قدامي ليه صحه وليه غلطه، وان مفيش مشكله، مفيش ملايكه، مفيش حد بيرفكت. فانا قابلك وقابل نفسي. بقيت واقعي، يعني عارف انت بتتعامل بالظبط. مع بشر بالظبط. خطائين. طيب لما بيبقى الاب unpredictable، مش متوقع، يعني اللي هو فجأة بيحب وفجأة بيعاقب وفجأة موجود وفجأة مش موجود وفجأة بيسند وفجأة ما بيسندش، لدرجة ان انت بتعمل فعل انت مش متوقع هو رد فعله هو ايه. انا مش ضامن اللي قدامي هيقعد ولا مش هيقعد، فبالتالي بيعمل بقى اللي هي الانسكيور اتاشمنت، اللي هو اعمل اللي تعمله بس تعالى خليك شوفني عايز نعمل ايه وانا هعمله، بس خليك. اه. مهم ان انت تفضل خليني موجود. اديكي مثال صغير كده كان موجود في كتاب. يعني تخيلي كده لو في واحد اتعين موظف جديد، فجاء مديره خبط على كتفه كده وقال له اهلا بيك، نورت الدنيا، وانا مكتبي مش بعيد اهو، انا متفائل بيك خير، اي مشكله تواجهك تعالى لي. فالراجل اشتغل اول يوم لقى مشكله، فافتكر ان مديره ده قال له تعالى لي، راح مخبط عليه داخل، قال له لو سمحت انا عندي مشكله في كذا. راح المدير قال له بقول لك ايه، انت من اولها انا ورايا حاجات متلتله قد كده، اتفضل لو سمحت على مكتبك وحاول تشتغل شويه. بعد اليوم ما خلص هما نازلين عند الاسانسير، الراجل ده قابل المدير ده قابل الموظف الجديد، سلم عليه قال له ها اخبار اليوم ايه، يا رب تكون مبسوط معانا النهارده، ما تنساش انا قلت لك عندك اي مشكله انا موجود. ده كده مجنون بقى. هنا يعني الشاب الجديد ده وصل له مسج انا موجود، ولما جيت لك ما لقيتكش موجود، ولما توقعت ان انت مش موجود جيت قلت لي لا انا موجود. فميكسد سيجنالز يعني قلق. اه. فانا مش عارف اذا كان هيبقى موجود ولا مش موجود. ده بقى يسبب ايه؟ يسبب ان انا ابقى شايف الناس كلها صح وانا غلط، ولا انا بس اللي صح والناس كلها غلط؟ هي ملهاش علاقه. لو انا عندي ثقه في نفسي، لو انا شايف ان انا استاهل، لو انا شايف ان السيلف ايمج بتاعتي والسيلف ستيم بتاعتي كويسين، لما يحصل حاجه زي كده هواجه وهسال انت انا موجود ولا مش موجود. طب لو انا من الاول عندي مشكله انسكيورتيز، لو انا من الاول شايف ان انا ما استاهلش، الراجل ده عنده حق، ده انا فاشل. طب لو العكس، لو انا شايف ان انا كويس والناس دي، الراجل ده مجنون، ده ما يستاهلش المكان اللي هو قاعد فيه، انا المفروض ابقى مكانه اصلا. وهكذا. العلاقه بقى التعلق الديس اوردرد بقى، او بيسموه ديس اورجانيزد، ده الكارثه، اللي هو انا عندي مشاكل مع نفسي وشايف الناس كلها وحشه وانا وحش وكل وحش وحاجه، يعني بتبقى علاقات مش سيئه، يعني ما بعد السيء كمان يعني. بس ده برضو بيبقى على حسب الشخصيات، يعني مثلا الشخصية الحدية ممكن تشوف الموضوع بطريقة، الشخصية اللي هي مثلا النرجسية لا. ما هو تعالي نبتدي ببداية اللي انت بتتكلمي فيه ده ديس اوردرز، دي اضطرابات. يعني البوردر لاين، الشخص الحدي، من غير ما نخش في كلام كبير، ببساطة شديدة جدا، لو انت بتحسي بنوع مشاعر معين قد كده، البوردر لاين بيحس في نفس الموقف نفس المشاعر قد كده، overwhelming قد كده، وبيخش في الصراع ده
كل يوم كل ساعة. فاضطراب البوردر لاين ده قصة تانية. بيأثر طبعا على باترن التعلق طبعا. لان البوردر لاين بيخاف من الهجر، بيخاف من الوحدة، بيخاف انه يتساب، بيخاف من الفقد. فاذا كان البني ادم الطبيعي بيخاف من الفقد قد كده، البوردر لاين الموضوع بالنسبة له قد كده. الشخصية النرجسية، الشخص النرجسي على عكس ما يبدو بيترعب من الفقد. الشخص النرجسي بس ما يبينش ده. يبين بقى ان هو ليه بيخاف من الفقد؟ لان هو عايش بيتغذى على اللي حواليه، فما ينفعش يفقدهم. لو فقدهم الشخص هيموت. النرجسي مليان تشوهات من جوه، تشوهات بيداريها بالصورة اللي طالعة المبهرة اللي والتحكم في اللي غيره بس لو الشخص اللي هو بيتحكم فيه ده مش موجود، هو فقد السبورت بتاعه، الريسورس. يعني هو كده الحبل السري اتقطع مجازا هنقول كده. هو في علاقة اسمها علاقة الحبل السري على فكرة، وبتنطبق مع النرجسيين. علاقة الحبل السري اللي هي انا وانتي بس ولا حد تالتنا، مفيش حاجة اسمها ناس، ومفيش حاجة اسمها اصحاب، ومفيش حاجة اسمها كده خالص. ازاي بقى انا وانتي بس؟ هو انا مكتفيين ببعض، بننام في نفس الوقت، وبنصحى في نفس الوقت، بناكل مع بعض، بنخرج مع بعض، بننزل مع بعض، لحد ما الحبل، ما هو حبل سري بقى زي الام والجنين. مش الحبل السري ده طرف بيتغذى على الطرف التاني ومعتمد عليه في كل حاجة، يعني زي الجنين كده. ايوه، ما هي رايح جاي. ما هو احنا بس انت وانتي ومش عايزين حد معانا لحد ما الحبل بس كده مش في طرف متضرر اكتر من طرف؟ علشان يبقى في ضحية لازم يبقى في جاني، صح؟ ما هو علشان خاطر ابقى انسان ضعيف لازم ادور على حد ينقذني. وعلشان اجيب حد ينقذني لازم هو يكون مصدق ان هو عايش في دور المنقذ. لا ده صح ولا ده صح، بس هما لايقين على بعض لحد ما العلاقة دي بتخنقهم. لحد ما الحبل ده اللي هو الحبل السوري زي ما بنقول يلف على رقبتهم الاثنين ويخنقهم. طيب التعلق ممكن يجر معاه اضطرابات شخصية زي البوردر لاين أو الشخصية النرجسية؟ هو باترن التعلق جاي من الاضطراب، مش التعلق اللي بيجيب الاضطراب. يعني هو الاضطراب الأساس بالظبط. زي ما انت قلت ان الشخص المتعلق بيبقى عنده فراغ داخلي. ايه بقى الفراغ الداخلي ده اللي بيبقى عنده؟ طيب التعلق هو انا محتاج منك ايه؟ انا ليه عايزك موجود؟ ايه اللي انت بتديهوني انا فقده؟ انت بتديني امان عشان انا ما عنديش امان جوايا، انت بتديني حب عشان ما عنديش حب جوايا. فالحفرة اللي جوايا هي ايه؟ هي الحاجة اللي ناقصاني. لما بنركز في الموضوع ده بنكتشف ان المشكلة اصلا ان انا ما بحبش نفسي. انا عندي مشكلة مع نفسي، فبالتالي محتاج ده من بره، محتاج الحب، محتاج الامان، رغم ان القصة كلها دايما بتبتدي من جوايا انا، ما بتبتديش من بره. طيب هل التعلق بيبقى بالاشخاص بس، ولا ممكن حد يتعلق بفكرة او بسلوك معين؟ فكرة وسلوك معين ده احنا دخلنا في حتة تانية. انا اتعلق بفكرة او بسلوك ده ممكن يبقى اضطراب، ممكن يبقى وسواس، ممكن تبقى حد عنده مشكلة مع نظرية المؤامرة. التعلق بيبقى عند مين اكتر، الراجل ولا الست؟ عند الاتنين، بس علشان الثقافة بتاعتنا والطريقة اللي احنا اتربينا بيها في حاجة كتيرة ما بتبانش على الرجالة. ما بتبانش على الرجالة؟ على الرجالة. ازاي بقى؟ يعني الست مثلا لو متعلقة بحد هتقعد تعيط وتتشحتف وتكلم مين وتزق على مين وتروح له فين وتعمل ايه. الراجل ممكن يبقى متعلق بس ما يبانش قوي كده، بياخدها مثلا باجريشن، ياخدها بتصرف عنيف، ممكن او حتى بافويدنج، ان هو انا مش هرد عليها ومش هكلمها وانا مش ناقصاني، انا مش ناقصها ومش محتاج منها حاجه بس هو في الحقيقه عنده مشكله. طيب مين اللي بيبقى فك التعلق بتاعه اصعب، الراجل ولا الست؟ مش قصه راجل وست، هي الفكره كلها ان انا عشان افك التعلق لازم اقر ان في تعلق. ده ستيب نمبر 1. اول خطوه ان انا افك التعلق ان انا اقر ان في تعلق. تمام. الاصعب هو اللي عنده مشاكل اكبر، او السيلف ايمج بتاعته فيها مشكله، السيلف ستيم بتاعته فيها مشكله، احساسه عن نفسه واستحقاقه ايه. كل ما كان انا شايف ان انا استاهل ان انا اتحب وان انا كويس وان الفرصه ان انا افك التعلق اسرع.
كل ما كان سيلف ستيم والسيلف ايمج بتوعي وحشين وانا ما استاهلش وانا كل ما كان اصعب، لان انا محتاج ده، محتاج احس ان انا عايش. محتاج ان انت تحسن الثقة في نفسك، انت تبنيها عشان ان انت. انت سمعتي اغنيه امير عيد الاخرانيه اللي اسمها اسمك ايه؟ لا. اوكي. اغنيه امير عيد بيتكلم على ان في واحد قابل واحده قال لها نفسي اتشاف، اسمك ايه؟ هو مش فارق معاه اسمها، نفسي اتشاف. عايز مشاعر حتى لو مش حقيقيه، عايز اي حاجة يعني انا مش فاكر الليركس بالظبط، الكلام بالظبط، يعني مش عارف، اعمليني مانيكان، لبسيني اي شخصيه، اعملي اللي انت عايزاه، بس حسيني ان انا متشاف، حسيني ان انا موجود. هو عايز بس يحس ان هو موجود، عايز من يحس اي إن هو حد موجود. اي حاجة. بس انا مستعد ابقى اي حاجه، مانيكان، حطيني اي شخصيه. زي الشخص المتعلق، يعني يحسن لغة التواصل بينه وبين نفسه. انا باخد منه ايه؟ هو مش مصدق ان هو عنده مشكلة. يعني في ناس مش شايفاه، بس الاغلبيه طبعا مبقاش مصدق. اللي عنده كل ما في دينايل كل ما كانت المشكله اكبر. انا متعلق بيه لان انا من غيره هفقد ايه؟ انا صورتي في معنى يعني انا معنى وجودي ايه وهو موجود؟ صورتي عن نفسي ايه وهو موجود؟ لو الشخص ده موجود ده معناه ان انا محبوب، لو الشخص ده موجود ده معناه ان انا ليا لازمه، لو الشخص ده موجود ده معناه ان انا ليا قيمه، ان انا حد شافني، ان انا حد إن أنا متشاف. قدرني. ان انا متقدر. ان البني ادم السوي عارف ان لو فلان ما قدرنيش ففلان هيقدرني. ان هي اختلاف اذواق، يعني مش صعب جدا البني ادم اللي عنده مشكله، صعب جدا انك تقولي له سيب اللي انت. هقولك، تخيلي كده لو في طفل في الملاهي، حلو، وجينا اخر اليوم هو بيحب الملاهي جدا وفرحان جدا ومبسوط جدا، فجيت يقول لي يلا هنمشي، لا انا عايز اقعد، لا هنيجي تاني، لا انا مش هاجي تاني، انا عايز دلوقتي. هو مش مصدق ان احنا هنيجي تاني، فعايز، انا عايز ده، انا عايز اللي موجود. ومش مصدق ان هو هيلاقي حد تاني. هو مش مصدق. صعب جدا تقنعين ان في مشاعر تانية وفي حاجات تانية وفي صعب. هو ماسك في دي، انا ده اللي انا ضامنه، ده اللي انا عارف ان هو موجود. فهي ممكن تعمل كل حاجة وتدي كل حاجة وتقول، يعني هي مقتنعة ان مفيش رجالة تانية. هي مقتنعة ان مش مفيش رجالة تانية، ان انا مش هلاقي السورس بتاع السورس اللي بيملاني، سواء بالامان او بالحب او ان انا متشافه او في ناس تانية. لا انا عايز ده دلوقتي. انا عايز ده اللي موجود. لو مشي انا هفقد الحب وهفقد الامان ومش هبقى متشافه ومفيش تاني. والله اعلم هلاقي تاني ولا لا. مفيش تاني، يعني ما فكرة، هي مش عايزه تاخد التجربه اذا كان فيه ولا مفيش. هي ما يعني اجزمت ان مفيش تاني. بالظبط. المتعلق في العلاقه سواء كانت حب او صداقه او جواز، هو الطرف الوحيد اللي بيبذل مجهود. لو هو وقف المجهود ده ممكن الطرف التاني يمشي. مش الطرف ده، يعني الطرف المتعلق ده بيجيله وقت بيتعب او يقرر مثلا ان هو ينهي العلاقة دي. المتعلق لا صعب، يعني مهما انت مثلا الطرف اللي قدامك ما بيقدملكش اي حاجة غير ان هو بيحسسك ان انت. علشان حد يحس ان في مشكلة ويبتدي ياخد اكشن، بالذات في العلاقات اللي هي فيها اذى وفيها بيقولك ايه، لازم يجيب قاع، يقولك هيد روك بوتم. حتى في العيادات يقولك اللي بيروح العيادة النفسية او بيروح لحد معالج او طبيب او علشان يروح بيبقى جاب قاع، خلاص ما عندوش ريزيستنس، مفيش مقاومة. فلازم يكون الأذى وصل للبيك بتاعه لسه، يعني خلاص. بس ممكن يحصل. طبعا. طبعا. وبتبقى جاية اللي بيشتكي، اللي جاي بيشتكي لأنه هو خلاص مش عارف يعمل ايه، اللي هو قادر يقعد ولا قادر يمشي. متعلق بيبقى عنده مشكلة في سلوكيات الأب، فممكن تشرح لنا كده ايه هي أصلا سلوكيات الأب؟ اللاوعي بتاعنا فيه جزئين، طفل والكبير. الطفل ده ما عندوش صح، ما عندوش غلط، ما عندوش حلال، ما عندوش حرام، ما عندوش اي حاجه، هو عايش على مبدأ اللذة هنا ودلوقتي، انا عايز ده دلوقتي، اللي مجازا ممكن نسميها النفس الأمارة بالسوء. تمام. الجزء التاني اللي هو بقى السوبر ايجو، اللي بيقول لنا عيب، غلط، صح، ما يصحش، اللي بيخليني اعاقب نفسي، اللي حاسب نفسي،
ده اللي هو ممكن نسميه النفس اللوامة. ده بيجي منين؟ ده بيجي من صورة البيرنت او الاب او الام، الكير جيفر بتاعي من وانا صغير، هو اللي اتزرع جوايا، هو الصوت اللي في وداني. فلو انا عندي اب ناقد من وانا صغير، هكبر خلاص بقى، يعني انا كبرت خلاص، ما بقيتش محتاج حد، بس جوايا احاسب نفسي كل يوم واجلد نفسي وانقد نفسي كل يوم. ده اللي انا اتعلمته. فالمشكله جايه من الاب الحقيقي، الكير جيفر الحقيقي. ممكن اقعد انقد نفسي وما اخدش اي اكشن، اه يعني بس انا قاعد بجلد في نفسي بس- ومفيش اي حاجه بتتحسن. بس عشان كده انا الكير جيفر بتاعي اللي رباني حسسني بايه من وانا صغير، استاهل ولا ما استاهلش؟ هل هو مصدر امان ولا لا؟ هل هو موجود ولا انا مش ضامن؟ لما بكبر ده بينعكس عليا في علاقاتي. الطفوله بتدفع الانسان تمن كبير قوي، يعني تحصل حاجات ممكن ان احنا او الاهل يتدرجوها في الصغر، بس بيبقى تمنها كبير قوي يعني. اي حاجه بتحصل لنا من واحنا اجلنا بتاثر فينا. من واحنا اجلنا من واحنا اجلنا، الجنين من اول ما بيبتدي فيه روح، بيبتدي يبقى كائن انسان فيه روح، بيبتدي يبقى فيه سبكونشس، فيه لاوعي. الفكره كلها بس احنا ناسيين. الوقعه اللي الطفل وقعها او الرضيع اللي وقعها هو عنده 6-7 شهور مأثرة، هو مش فاكرها لان مفيش ذاكره، بس هي مأثرة. معقول يعني؟ الحضن اللي اتاخد لما النور قطع واتخض وجت امه حضنته اثرت. لما مامته سابته ومشيت عشان عندها شغل وقعد يعيط لما اتفلق من العياط، عقبال ما حس، عقبال ما رجعت له عشان تطمن، هي مش سايباه لوحده بس هو عايز امه. فده اتخزن عنده. علشان كده دايما بنقول مش صحي ان الام تسيب الطفل وتنزل الشغل بدري بدري، لان ده بيعمل مشكله في الفقد. فهي الدنيا هي تراكمات، احنا اللي اي حاجه بنوصل لها هي تراكمات، مراحل نفسيه بنعدي بيها. كل مرحله بنعدي بيها كويسه هتوصلنا المرحله اللي بعديها واحنا كويسين. ده حقيقي. ايه اكتر شخصيتين لو اتعلقوا ببعض التعلق بتاعهم بيبقى فكه يكاد يكون من المستحيل؟ الشخص النرجسي واللي بتحب تعيش دور الضحيه. اللي بتحب تعيش دور الضحيه، ايوه. بعيدا بقى هي اللي عايزه دايما حدوته، عايزه ولوله، عايزه تعالوا شوفوا يا لهوي بيعمل فيا ايه. هي بتحس بقيمتها اما هي يعني عايزه تلعب. هي مش عايزه ده يخلص، هي عايزه دايما يا حرام، عايزه تعاطف، عايزه انا مش قادره، انا مش ما بعرفش اعمل حاجه، انا يا عيني عليا. هي عايزه ده. شخص نرجسي شخص كنترول فريك، بيحب يكسر اللي قدامه، يقلل منه، عايز اللي قدامه يتنفس بأمره ويعيش بأمره وياكل بأمره ويخرج بأمره، هو مصدر كل حاجة. طب ليه إنسان يحب إن هو يبقى يلعب دور الضحية؟ مفيش حد بيحب يلعب دور الضحية. هي تاني من الأول، ايه الرسالة اللي وصلتك عن نفسك؟ ايه المكسب اللي انت كسبته وانت صغير لما عملت كده؟ ما هو انا بتساب مثلا، طفل بيتساب ومحدش بيعبره وي، فلما قعد يعيط وي لقى الطبطبه والحنيه كل ما بيعيط بيلاقي، فخلاص كبر شويه ان الطريقه دي هي اللي بتجيب تعاطف. انا بتشاف لما بعمل كذا، بيبقى في اتنشن. طبعا بقى بتتطور كل ما بنكبر، بتتطور بس هي دي الطريقه اللي انا اتعلمتها. صورتي عن نفسي ايه؟ انا بتشاف اما بيبقى في صوت عالي، بعمل صوت عالي، دبدبه. عشان كده واحنا بنربي بنقول لما الطفل يدبدب ويعيط وي سيبه وامشي، عشان يعرف ان مش دي الطريقه. لا، اكبر غلطه الامهات بتعملها ايه هي تريح دماغها. فهو خلاص عارف ان الصوت العالي والدبدبه بياخد اللي هو عايزه. لما الراجل ده بيكبر بيتعامل ازاي؟ انا زعيق وشخط ونطر، انا عايز ده دلوقتي.
انا متعود بقى من وانا صغير. وعامل لك مشكله كبيره قوي لو اللي انا عايزه ما حصلش. ازاي اعرف ان ده مش حب، ده تعلق؟ لو جيت فكرت ان الطرف اللي قدامي مش هيبقى موجود، فالفكره دي ترعبني وتخضني وتخليني اعمل اي حاجه، مش قابل الفكره دي، مش قابل فكره الفقد. كده انا عندي مشكله. انا لو سوي داخل علاقه انا عارف ان اللي قدامي وارد انه يمشي في اي وقت. العلاقه السويه هي ايه؟ وجودي يكتمل بوجودك ولا ينقص بغيابك. يعني طول ما انت موجود انا وجودي كامل ومبسوط. لو انت مش موجود انا مش هنقص، انا مش هنتهي، انا موجود. هل الشخص المتعلق به بيعاني؟ يعني انا دلوقتي اتعلقت بحد، الحد ده هو مش متعلق بيا، هو شخص طبيعي وسوي، هل بيعاني؟ طبعا، لان هو عارف ان هو مش سوبرمان. ما هو الشخص اللي عنده مشكلة التعلق ده عايز التاني، عارف ان هو مش سوبرمان، في وقت انا مش هقدر ادي، فبيعاني. او انا اصلا مش عايز ادي، او مش عايز ادي، او مش جاهز ادي. لان من ضمن الحاجات المغالطات ان انا في وقت من الاوقات لو انا مش قادر ابقى انا مش كويس. انا مش قادر دلوقتي ادي، انا تعبان، انا محتاج وقت ابروسس مشاعر معينه. فلو لو جيت قلت كده لا انت ما بقتش تحبيني، انت مش كويس، انت اتغيرت. لا انا ما اتغيرتش، انا انسان. العلاقه السويه الامنه هي ان انا واللي قدامي، انا عارف ان انا وعارف ان اللي قدامي قادرين وموجودين وبني ادمين. في وقت هنغلط وهندفع ثمن غلطتنا او نتحمل مسؤوليه غلطنا. ان في وقت لما اللي قدامي ما يبقاش افيلبل، ما يبقاش موجود، انا مش خايف ان هو رايح في حته، انا عارف ان هو مش موجود لسبب ما وجاي تاني. انه لما يقع ضعفه ده عشان هو بني ادم، انه هيقف تاني ويكمل. طب ان هو اما يروح مكان ما بقاش انا شاكك فيه مثلا او كده، طب ما ده برضو بيقف على الشخص اللي انا بتعامل معاه، ما ممكن يكون اصلا شخص يعني هو اصلا مصدر للشك. لا دي حته تانية خالص. لا دي حته تانية خالص. طب خلاص تعالى نرجع. لا الشك ده تصرف اللي قدامي، هل هو بيثير الشك عندي ولا لا؟ ولا انا شكاك خلقه؟ ليه؟ علشان انا حاسس ان انا مش كفايه، فبالتالي الطرف اللي معايا لما يروح في حته انا حاسس، يعني لو راجل عنده مشكله الشك هو شايف كل الرجاله مصدر تهديد، لانه مش شايف في نفسه راجل كفايه. ولو ست هي مش شايفه نفسها ست كفايه، فاي ست بالنسبه لها مصدر تهديد. زي الشخص اللي هو حد متعلق بيه يحاول ان هو يساعده ان هو يفك التعلق ده من غير ما يأذيه. اول حاجه لازم الطرف ده يقر انه عنده مشكله تعلق. ولو هي حاجه بسيطه ممكن يسبورت، يطمنه انا موجود بدليل ان انا كذا، ولو مش معنى ان انا مشيت ان انا مش موجود او الحاجات دي. بس لو الموضوع كبير لازم يروح بقى للطبيب، يروح لمعالج. لو شخص ما فيش بينه وبين الشخص التاني علاقة بس هو متعلق بيه، وهو الشخص يعني اتخنق من الموضوع ده، ازاي بقى يبعده من غير ما يأذيه او ما يزودش الموضوع عليه؟ ما هو في وقت لو انا ما حطيتش حل قاطع او قلتها بصراحة، ما هو عنده مشكلة. هو عنده مشكلة، هو مصدق ان انا الامل والعمر وكل حاجة في الدنيا، هو مصدق ده. فلو انا ما حطيتش حل جذري الموضوع ده مش هتغير، هيفضل هو بقى. وبعدين يعني ايه اذى؟ يعني ما تزودش مثلا الانسكيورتيز اللي عنده. مشكلته انا مش مسؤول عن افكار غيري، انا مش مسؤول عن مشاعر غيري، انا مسؤول عن نفسي. لما اجي اقول لك والله اللي انت بتعمليه ده مؤذي بالنسبه لي، او مزعج، بلاش مؤذي، مزعج بالنسبه لي وانا مش هقدر استحمله، فانت رحتي جايه واخداها ان انا مش عايز اعرفك تاني. مشكلتك مش مشكلتي. انا حطيت حدود، انت بقى مشكلتك ان انت عندك. القصه مش بس حدود، انا كنت واضح. انت البروسيسنج بتاعك ايه؟ دي فكرتك عن اللي انا قلته، اوكي مش هغيرلك فكرتك. انت
انا متعاطف معاكي ان انتي بتمري بوقت صعب، انا متعاطف معاكي انك حزينه او بس انا مش مسؤول عن الحزن ده. انا مش دوري ان انا اطلعه لك، لا انا دوري ابقى جنبك واساعدك، انما لا البس مشاعرك ولا مطلوب مني ان انا اغيرها لك. في حد ممكن يلبس حد مشاعره؟ يو كتير قوي، وناس كتير قوي للاسف بتلبس المشاعر دي. في حاجه اسمها الاسقاط مثلا. ايوه، انا عندي مشكله وعايز اخلص منها، فاروح اعمل بروجكشن ده عليك انت، فاتهمك بالاتهامات دي، اتهمك بالمشاكل اصلا اللي هي عندي، انا عايز اخلص منها فبرميها عليكي. طب ايه الاستفاده بقى اللي بتحصل؟ محاوله ان انا احس ان انا كويس، ما انا عارف ان انا مش كويس. المشكله مش عندي، دي عندك المشكله انت. عندك انت مش عندي. فاللي قدامي لو شخص ضعيف هيلبس المشاعر دي، هيلبس جلت، هيلبس شيم، المشاعر الخزي والخجل والكلام ده كله هيلبسه. هل التعلق بشخص ممكن يؤدي للانتحار؟ مشاكل التعلق ممكن توصل للانتحار احيانا، بس تاني هي السبب فيها مش التعلق، هي السبب السبب الاساسي فيها اضطراب الشخصيه اللي قدامي. اضطراب الشخصيه نفسها مضطربه، فممكن توصل لحد ان درجه انها تاذي نفسها. بس هل شرط؟ لا مش شرط، يعني ده مش شرط، بس وارد. وارد. تامر، بشكرك جدا على المعلومات القيمة اللي انت اضفتها لنا. اهلا بيكي في اي وقت. بشكركم جدا. تقدروا تتابعونا على يوتيوب وانستجرام وفيسبوك، واستنونا الاسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من أسير.